السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتي، معكم المهندس بسام صالح، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من تحليل وتقييم مطاعم مصر في كل أنواع الأكل: وجبات، سندوتشات، شاورمات، همبرجرات، حواوشيات. النهاردة معانا مطعم مميز جدا، معروف بحاجة حلوة قوي وحاجة بنحبها وأكل جميل وبنحبه. طبعا قدامنا حواوشي. ادي الحواوشي. النهاردة جبنا حواوشي من الراجل اللي معروف جدا ومحبوب، اسمه حواوشي الرفاعي يا جماعة. حواوشي الرفاعي من عابدين، اللي هو الأصل، من سنة 1969. حواوشي الرفاعي. ادي الحواوشي، جبنا منه واحدة جبنة واحدة سادة. المنيو بتاعه الرفاعي، وعنده حاجات كتير. السادة العادية ب60، واللي بالجبنة ب65. وعنده بقى حاجات تانية كتير: دبل جبنة واكسترا جبنة وسجق بالجبنة وسجق سادة وسجق بالجبنة وشيدر، جبنة شيدر، وميكس تركي. يعني منيو ما شاء الله عليه طويل وعريض. الحواوشي جه في العلبة دي، علبة وعلبة، وطلعناه كده عشان نشوف وندوق، نقول بسم الله ونشوف هل الرفاعي زي ما بيقولوا عليه ان هو نمبر 1 في الحواوشي في مصر ولا ايه. جرب بقى الحواوشيات، نقول بسم الله. دي ام جبنه والخضار. نبتدي بالساده الاول. بسم الله. هي مش متقطعه، يعني ايه، العيش نشف شويه، بس هي ايه، يعني ايه ده يا جدعان، ايه ده يا جدعان، العيش عامل كده ليه؟ نشوف كده. بسم الله. بصوا عامله ازاي. يعني مبدئيا كده العيش، يعني اما نشوف اخباره ايه. يعني العيش مقرمش قوي قوي قوي، يعني واحد مش طري خالص، يعني مقرمش جدا. حاول استطعم اللحمه. واحد جعان حاول يستطعم. ده الحواوشي الساده. بصوا بقى يا جماعه، خلينا نكون فير وعندنا عدل. انا حاسس ان انا باكل سندوتش فيه لحمه مفرومه، مش حاسس باي تتبيله مميزه خالص، وان العيش ناشف من الجناب قوي، صعب انك تاكله. وبدور قاعد امضغ وبدور على الطعم، انه يبقى مميز او حاجه. سندوتش يعني تحس لحمه مفرومه معموله في البيت، ولا في تتبيله معينه مميزه، ولا يونيك ولا فريده من نوعها، وحته لحمايه ومحطوطه، ولا فيها طعم البصل قوي، ولا التوابل، ولا بهارات، ولا شطه، ولا مشطشطه. يعني نجرب تاني. طبعا والدنيا مزيته زي ما انتم شايفين على الاخر. مزيته بطريقه رهيبه.
دقت قبل كده انواع حواوشي بيبقى العيش اطرى شويه عن كده، طري نعرف ناكله، مش محمص قوي كده ومقرمش، وما بيبقاش مزيت بالطريقه دي. عشان نبقى منصفين، هدي العيش عشان ناشف قوي صعب يتاكل ومقرمش بزياده 5/10، 5/10. اللحمه والحشوه 4 أو 5/10. مش مميزه خالص، مش حاسس ان انا باكل حواوشي مميز. عباره عن شويه لحمه مفرومه وشويه ملح وفلفل، مفيش اي ميزه فيه. ناخد اخر قطمه، واحد بيقاسم على عيش. الحواوشي الساده اديله 4 5/10. العيش صعب جدا، زايد بزياده قوي. الحشوه واللحمه تحس انها لحمه مفرومه، محطوط عليها شويه بصل خفيف، ملح وفلفل، ومش مميزه خالص. فللاسف 4 5/10 بالنسبه للحواوشي الساده. بسم الله الرحمن الرحيم. نخش على الحواوشي ابو جبنه. ده جبنه وخضروات زي ما انتم شايفين، جبنه وخضروات. برضو العيش زي ما قلت لكم ده مليان اكتر، تحس انه تقيل ومليان. وادي السندوتش، وادي الحواوشية. خضار محطوط عليه فلفل رومي، طماطم، وشوية جبنة. نشوف كده ايه الاخبار، وبسم الله. ندوق من النص كده عشان اللقمة تبقى طرية. برضو نفس التكتشر والملمس المزيت خالص. يعني واحد بيقاسم على العيش. برضو الطعم طاغي عليه، الزيت زيت جدا زي ما انتم شايفين، زيت رهيب. طبق كله زيت. يعني العيش زي ما هو صعب، الحشوة نفس حشوة التاني، بس الجبنة والخضار منطقين ده شوية، يعني منطقين شوية. زيت يا جماعة مش معقول، يعني زيت جدا. طيب مبدئيا كده الحواوشية دي اللي هي بالخضار والجبنة ناطقة وبتنطق وبتتكلم شوية عن السادة. يعني اديها 6/10 دي. دي ألذ بكتير، الخضار منطقة بس العيش برضو لسه ناشف، والدنيا مزيتة قوي قوي قوي. فياخد 6/10 واديله آخر قطمة. يعني كمية كلينكس، عايز علبة كلينكس جنبي. زي ما قلنا انا بقالي كتير، بقالي اكتر من سنة ما جربتش حواوشي الرفاعي، فقلت بقى ايه، الدنيا كلها قاعدة تقول عليه وايه وايه وايه. خلينا نكون منصفين. بالنسبة للحواوشية السادة دي اهي 4 5/10 بالكتير، ما اجيبهاش تاني.
ابدا، مش مميزة في الطعم خالص. انما الحواوشياية اللي فيها جبنة وشوية خضار وزيتون دي يعني نطقت الساندوتش الحواوشي شوية، فياخد 6/10. أكبر مشكلتين عنده حواوشي مزيت بطريقة رهيبة. طبق مزيت، العيش مزيت قوي، والعيش ناشف قوي وصعب يتقطم. شايفين كمية الكلينكس؟ حواوشي بالجبنة ياخد 6، السادة ياخد 4. أنا صرفت 130 جنيه بس في الحواوشيتين دول. بس كنت متوقع إن التجربة تبقى أحلى من كده بكتير. السعر يعني مش عالي قوي ومش غالي قوي، يعني حواوشية ب55 و60 جنيه. not very expensive، يعني مش غالي جدا، ماشي حاله الأسعار اللي هي نطت. إنما الجودة والكمية الزيت والعيش الصعب والحشوة اللي ما فيهاش أي تميز هي اللي زعلتني أكتر حاجة. فأوفر أول التجربة دي تاخد 5/6. لو سألتوني أجربه تاني مش هقدر أجربه، يعني ما كانش يعني في حاجات تانية أكتر ممكن الواحد ياكلها بنفس السعر وتبقى أحلى، أو يمكن عنده حاجات في المنيو بقى أحلى وأنا ما جربتهاش. يعني اكتبوا لي وشوفوا لي عشان يعني وقولوا لي لو انا نسيت حاجه في المنيو او حاجه في المنيو احلى ما كتبتهاش ونجربها عشان نبقى منصفين اكتر. بس بصراحه انا ما جربوش تاني، وهو فعلا يعني عنده صيت ممتاز وحلو ومعروف جدا ومشهور. بس بصراحه التجربه بقى ما عجبتنيش. اشكركم لحسن المتابعة، ويا رب الفيديو ده يكون مفيد ليكم. وجربوا حواوشي الرفاعي وشوفوا وقولوا لي يمكن انا متجني عليه شوية او مش منصف قوي معاه. اعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة، اشكركم، ودايما مع بعض في فيديوهات جديدة وتحليل وتقييم لمطاعم مصر. كل سنة وانتم طيبين، خلي بالكم من نفسيكم، ودايما على خير وصحة وسلام. ميرسي، مع السلامة.